السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان وعمل صالحا إلى يوم الدين. نأخذ تفسير القرآن بالقرآن، وذلك مع الآية التي تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا. الزخرف 11. ماذا تعني فأنشرنا؟ ماذا تعني؟ يعني النشور بصفة عامة، وأنشرنا في الآية هذه. النشور بصفة عامة هو إعادة الحياة، أي الحياة بعد الموت. نأخذ هذا التفسير من آية أخرى تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا. هنا في الآية عندنا: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا. الآية التي ذكرناها آنفا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا. إذن فالنشور هو إعادة الحياة، الحياة بعد الموت، لنحيي به بلدة ميتة، الحياة بعد الموت. والسلام عليكم.